صفوف الرجال على حد سواء، مما يظهر أن المرأة كانت في الصفوف الأولى لقيادة الحراك من أجل التغيير، تؤثره شعارات سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية وحقوقية، كلها صيغت في مطالب نادت بها الحركات والأحزاب التقدمية على مر السنين، وعلى رأسها حزبنا العتيد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قدم إلى هذا الوطن تضحيات انجسام من أجل ديمقراطية المجتمع والدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية كي ينعم أفراد المجتمع بالعيش الكريم. ويمكن لنا أن نسجل بهذه المناسبة أنه عندما كان الشباب يدافع في اتجاه التغيير تحركت جيوب المقاومة لتكون كابحة له، موظفة بعض النخب السياسية التي قامت بثورة مضادة للتغيير، سواء أثناء التفاوض حول الوثيقة الدستورية أو أثناء التهيئ للانتخابات التشريعية، مما يجعلنا رغم المكتسبات التي تحققت نضيع فرصة أخرى أمام بلادنا للدخول في الديمقراطية الحقيقية من بابها الواسع، تنضاف إلى فرصة التناوب التوافقي الذي قاده حزبنا سنة 1998 لينتقل إلى تناوب ديمقراطي، لكن تم الانقلاب عليه قبل أن يتم سنة 2002. كل هذا يجب أن يجعلنا مجندين أكثر ويقظين في ممارستنا للفعل السياسي والتدافع من أجل تحقيق مطالبنا ونصوص الدستور المغربي. إننا نعيش في مرحلة تتحمل المسؤولية فيها حكومة المحافظة من حيث الشكل الذي جعلها تهمش المرأة، حيث تشارك في تشكيلتها امرأة واحدة عليها تحفظات من طرف الحركات النسائية. أما من حيث البرنامج فإنها تجاهلت تماما قضية المرأة، رغم أن الدستور الجديد قد منحها حق المناصفة الذي جاء نتيجة تراكمات من النضال الكبير للمرأة المغربية بشكل عام والمرأة الاتحادية بشكل خاص. وجاء اختيارنا لموضوع هذه الندوة رهانات ومكتسبات المرأة من الحراك المغربي كتكريم للنساء المغربيات الذي تؤثره كل من الأختين فاطمة بن مدن والأخت حسناء أبو زيد. وكي لا أطيل عليكم وعليكم أعطي الكلمة مباشرة للأخت فاطمة بن مدن فلتتدخل مشكورة.